السؤال المهم بقى بالنسبة ليا، هل المونجارو بيشتغل على الشهية وسد وقفل النفس، ولا بيشتغل كمان على الحرق؟ هو فعلا سؤال مهم جدا. لا، المونجارو بيشتغل على الحاجتين جدا. هو طبعا بيقفل الشهية، ما يخليناش اصلا بنحس بالجوع خالص. احنا بنتخانق مع الناس عشان تاكل، عشان ما تمنعش الاكل. طيب هو ازاي بقى بيحرق، او ازاي هو بينزل بقى الدهون؟ خلينا نتفق اللي فيه معادلة وعلاقة عكسية ما بين نسبة الأنسولين في الدم ومعدل الحرق. كل ما كان نسبة الأنسولين في الدم عالية، كل ما كان الحرق قليل. كل ما كانت نسبة الأنسولين قلت في الدم، كل ما الحرق بتاعي بيشتغل. يبقى احنا ببساطة عايزين نخلي مستويات الأنسولين في الدم في أقل معدل. كل ما كان معدلات الأنسولين في الدم قليلة، كل ما أنا جسمي هيحرق. طيب المونجارو بيشتغل على إيه؟ بيشتغل على الموضوع ده طبعا. بيحسن لي حساسية الجسم للأنسولين، فبالتالي بيقلل معدلات السكر ومعدلات الأنسولين في الدم، فبالتالي بيبدأ يرفع معدل الحرق. يبقى احنا في علاقة عكسية ما بين معدلات الأنسولين وما بين معدل الحرق في الجسم. كل ما معدلات الأنسولين قلت في الدم، احفظوها، كل ما معدلات الأنسولين في الدم قلت، كل ما الحرق بتاع الدهون بتاعي او اللايبوليسيس زاد. علاقه عكسيه ما بين الانسولين وحرق الدهون. يبقى احنا كل ما احنا عايزين نخس، عايزين نحرق دهون، لازم نخلي معدلات الانسولين تقل. وهنعمل فيديو بقى ازاي عامه بالمونجارو او من غير المونجارو نخلي معدلات الانسولين دي قليله. لكن في النهايه المونجارو هو حل سحري جدا، اقوى حاجه اتعملت تخلي لي معدلات الانسولين قليله جدا. فبالتالي اكتر حاجه موجوده دلوقتي في الماركت، سواء في مصر او في العالم كله، دلوقتي عامله ضجه وسحر، فعلا معجزه بكل المقاييس. المونجارو فعلا هي بتساعد، هتقفل الشهيه، هتزود الحرق بتاع الجسم بتاعنا، هتعيد توزيعات الدهون، وليها نتائج وليها فوائد كتير قوي في حاجات كتير زي الكوليسترول وزي الدم وزي الحاجات دي كلها. يلا ما تنسوش، اللي عايز يحجز معانا المونجارو، اللي لسه ما خدش مونجارو فايته كتير جدا، ومعانا في مراكز يوكان. ما تنسوش ارخص سعر مونجارو في مصر، دكتور مصطفى الحودي.